النهاردة أنا مش هتكلم كتير عن وصفتي، بس هقول لكم دي أحلى كوفي كيك هتجربوها. بجد طلعت خطيرة. الصوص اللي عليها يجنن وسهل جدا، وكمان الكيك مليانة شوكليت، ونكهة القهوة فيها تجنن. لازم تجربوها، هتعجبكم قوي قوي. أول حاجة لوصفتنا النهاردة، معايا هنا 2 بيضة، هضيف عليهم كوباية من السكر، وأكيد هنضيف فانيليا، وهضيف معلقة واحدة بس من العسل الأسود، وهنقلب كله مع بعضه كويس. وبعد كده هضيف نص كوباية من الزبدة مع الزيت، أنا بحب استخدم الزبدة مع الزيت، وهقلب كله مع بعضه. وهضيف الزبادي وكمان القهوة، وهرجع أقلب كله مع بعضه. وأكيد كل المقادير هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. وهنضيف بعد كده آخر حاجة الدقيق، وطبعا رشة الملح، ومعلقة مليانة بيكنج باودر، وهنقلب كله بالشكل ده لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده قوام الكيك اللي انا عايزاه. وبعد كده هنضيف كوباية من الشوكولاتة المتقطعة، اي نوع شوكولاتة تحبوه، شوكولاتة مطبخ، وهنقلبهم كويس. وبعد كده هنحطها في القالب، انا استخدمت قالب مستطيل، ممكن تستخدموا اي قالب مقاس 26 او 28. وهنسويها كويس، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، الرف وسط، ما نفتحش عليها قبل 35 دقيقة. ولما تخرج هنسيبها تبرد تماما، وبعد كده نحضر الصوص بتاعنا. النهاردة انا استخدمت دي جبنة كريمي، حطيت عليها سكر بودرة، وهضيف عليها الزبدة والقهوة، وكل المقادير طبعا هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. هقلبهم، وبعد كده هضرب بالمضرب كريمة حلويات، وهضيف عليها الخليط بتاعنا، وبعد كده نحطها على الكيك. مش قادرة اقول لكم الكيك خطيرة، جربوها هتعجبكم قوي.